السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. بطبيعة الحال البارح الاثنين 5 ماي. كما شفتوا تنشر في هيسبريس وشوف تي في خبر اللي هو هذا كيبان لكم في الشاشة ديال إعفاء المغاربة من تأشيرات أذربيجان. الخبر كالتالي: كانت واحد القمة إسلامية في إحدى الدول الإفريقية اللي كان حضر فيها وزير الخارجية ديال أذربيجان ووزير الخارجية ديال المغرب اللي هو نصر بوريطة. وهكذا اتفقوا هاد الوزراء هادو باش يعفيو المواطنين ديال البلدين سواء اذربيجان وسواء المغرب من الفيزات. يعني سواء يكون عندك جواز سفر اوردينري كيمكن لك تسافر للمغرب من اذربيجان وتسافر اذربيجان من المغرب فقط بدون فيزا. من بعد ما كنتي كتاخد فيزا اللي بطبيعة الحال كيكون فيها قبول طالع، ولكن كيكون عندك حق الإقامة ديال شهر فقط. فكنظن من بعد ما تلغى الفيزا كيكون عندك الحق تجلس مدة طويلة. وهذا خبر كينفع بزاف ديال الدراري اللي كيكونوا خدامين في تركيا، اللي كيكون كل مرة كيبغي 3 شهور يخرج من تركيا باش انه يجدد الفيزا ديالو. كيكون مثلا كيجي المغرب ولا الجزائر ولا كيمشي لشي بلاصة اللي كيتقام عليه البي يكون طالع، هكا كيولي يطلع لأذربيجان ويعاوتاني يدخل تركيا وكتعاوتاني تبدا عنده 3 شهور ديالو جديدة. وهكذا كيربح بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الفلوس. تحياتي لكم، نشوفكم في فيديو جديد.